السلام عليكم، مساكم الله بالخير. قصتنا اليوم من القصص الممتعة والمفيدة، والهدف من يوم نورد مثل هالقصص هي توعية عامة للأشخاص اللي يسافرون خارج السعودية وينتبهون على ماذا يقدمون، ولا يثقون بأي شخص مهما كان، حتى لو كان سابقا يعمل عندنا المملكة العربية السعودية. يقول أخونا واحد من أخواننا بالغربية، والقصة مشهورة، يقول جلست أتفرج على مقطع أو على فيديو عن أحد الدول العربية فيه إبراز لآثار الدولة ومعالمها السياحية. يقول وأعجبتن ونويت إني أسافر، يقول أعجبتن ونويت إني أسافر لهالدولة، ولكن لم يسبق لي السفر خارج السعودية، رغم أن الله منعم علي ومغنيني. يقول سألت وشلون أوصل لهالديرة وشلون، وتذكرت شخص كان يعمل عندنا هنا في السعودية وكان له قيمة وكان له وضع خاص معنا، رجال كنا نعتبره رجل ونعم، أو حسب ما حدث منه أو حدث أفعاله اللي كانت عندنا تثبت أنه رجال كان ونعم. يقول اتصلت عليه، قلت أنا ودي أجي هالديرة، أنا تابعت لي وثائقي والصراحة عجبت بدولتكم ونفسي أسافر وأغير جو وودي أجي يمكم. قال الله يحييك. يقول حجزت ورحت يم هالدولة، جيت هناك استقبلني الرجال، وين تبي؟ قلت بروح أبي فندق. يقول سكنت بفندق، جاني من بكرة الصبح، وين تبي نروح اليوم؟ وش تبي؟ وين تبيني أوديك؟ وين أطلعك؟ يقول قلت له أبغى الآثار الفلانية والآثار الفلانية يقولوا فعلا رحنا، ويوم جاء من بكرة وين تبي تروح؟ يقول قلت أبي أروح لما المكان الفلاني. يقول قال أنت مالك بالسهرات، مالك يقول قلت لا والله أنا مالي بالأمور هذه، أنا إنسان أبي أتمشى وبتفرج على دولتكم وبعيش الأجواء اللي تعيشها الناس بشكل طبيعي، ما أحبها. يقول عارف إني ما عند بعض الناس من اللي يسافرون، يقول قال أبيك تزورهم بالبيت. يقول قلت حاضر. يقول رحت معه لبيته، جينا بيته. يقول والله عمارة مكونة من طابقين فيها 4 شقق، والدور الأرضي في محلات واللي وراه شقة، هو ساكن بالشقة الأرضية. يقول حنا جالسين، يقول دخلت علينا بنت من أجمل البنات، لبس، عناقة، شكل مميز جدا. يقول قدمتنا قهوة، قلت هذه من هي؟ قال هذه بنتي فلانة. يقول قلت ما شاء الله كم عندك أولاد؟ قال عندي ولدين وبنتين. وينهم؟ قال والله كل واحد بشقه، وبنتي هذه ساكنة معي هنا، وإن شاء الله لا تزوجت بحطها بالشقة اللي فوقنا. يقول أنا الحين صادت أنا الحبالة. طلعت من بيته ورحنا للفندق وأنا أفكر بهالبنت المزيونة. يقول يوم جاء من بكرة الصبح الضحى هو وأنا أتصل عليه، قلت تمرنا اليوم نبي نتمشى. قال أعتذر منك، أنا اليوم زوج بنتي هذه عنده
اختبار بالجامعة وتخلص الساعة 11، هي ولد خاله لازم اطلعهم وبعده اجيك. قلت لا مرا هالحين ابى اتمشى انا وياك وبشوف الجامعة وبنفس الوقت نمرهم ونجيبها من البيت. يقول انا ابي اشوفه. يقول فعلا مرا ورحنا وطلعنا البنت معها ولد خاله. يا والله الأناقة والجمال، خلاص صادتنا حباله. يقول نزلناه بالبيت وحنا راجعين للفندق. قلت يا ابو فلان؟ قال نعم. قلت انت تعرفن؟ قال الله اعرفك. قلت لاحظت علي شيء؟ تنقد علي بشيء؟ قال لا والله والف نعم، انت ابو فلان رجل من الرجال الطيبين والمحترمين والناس النزيهين. قلت لا دام كذا انا ابي اخطب بنتك منك، هالبنت اللي قهوتنا وطلعناه من الجامعة. قال بس انت زي ما انت عارف انا والله اتشرف بك واتشرف بالقرب منك، ولكن اول شيء الزواج يبي موافقة من دولتك، وثاني شيء انا واثق بك ولكن الامر بيد بنتي، وما اقدر اعطيك قرار ولا اوافق لين استشيره. وهي بالعربي عنده عقدة الان من الزواجات بسبب زواجها السابق من ابن عمه. يقول فلكن قال لي اذا انك مصمم اطلبها اليوم رسمي مني بالليل، اعزمك بالبيت واطلبها رسمي واسمع منه. يقول فعلا جينا على البيت وطلبتها رسمي وجت البنت وكلمه. يقول وقالت انا اول شيء انا ابغى امن مستقبلي، ان تزوجني بدون موافقة هذا في ضياع المستقبلي. قلت ما هو شغلك، انا راح ادبر الموافقة باذن الله، راح اقدم وادبره. قالت بعدين انا ما عندي، راح ابقى ساكنة هنا عند ابوي، واذا تزوجتن وتركتن بهالدولة هذه منين لي اصرف، منين لي اعيش، وانا ابغى مهر وابغى امور كثيرة والرجال ما لهم امان. يقول دخلتني بحالة اسمه صراع مع النفس. الآن لازم اثبت اني كفو لهالمرة. يقول قلت كل اللي تبين انا حاضر فيه، انا اللي راح اصرف عليك وانت محسوبة علي، وابشري باللي تبين، ومهرك اللي تبين انا حاضر به، والذهب اللي تبين انا حاضر به. يعني انا الان انسان رايح بخراطيشه على قولتنا بقى. يقول فعلا بعد فترة قالت بتعرف عليك اكثر، وطلعت وتكلمت انا وياه، وكل ما طلعنا رحت فيها اكثر. صادت انا حباله ما فيها. يقول طلبوا علي 100,000 ريال وطلبوا علي ذهب، ووافقت وشريت لهم سيارة بقيمة حوالي 70,000. والمهم اني عرست، تزوجت، قضيت فترة ما بين السعودية وما بينهم وروح وجي. يقول في يوم من الايام دخلت عليه الا حطت له حبة بفمه، وفجأة كذا وتفاجأت مني وتغير لون وجهها المرة. اعتذر منكم، التصوير كالعادة لازم جزء ثاني انزله بعد ما انزل الجزء هذا.